زي ما انت شايف كده قلب اخوك، ده انا طلبت كود على رقم مصر اهوت، الطلب بتاعت النهارده اخر جمدان، والكود وصل معانا اهوت برسالة، وخدت الكود كوبي ودخلت على الواتساب، حطيت الكود لاسك اهوت قلب اخوك، وادي اهوت قلب اخوك تم التحقق من الرقم، والرقم فتح معانا. بقول لك حط اسمك عشان يدخل. عايز تفعل رقم زي ده بكل سهولة، تابع معايا من البداية للنهاية عشان تعرف تفعل رقم زيه برسالة وبكل سهولة. ادي الرقم فتح معانا اهوت. تمام، هتدوس على التلات نقط والسيتنج، ادي قلب اخوك اهوت الرقم ادفع. وزي ما انت شفت كده قلب اخوك انا هفعل لك رقم بكل سهوله، رقم مصري في اول الفيديو. فعشان تفعل رقم زي ده عايزك تتابع معايا الشرح من البدايه للنهايه عشان ما تواجهش اي مشاكل وانت بتفعل النمط. كل اللي احنا هنحتاجه قلب اخوك التليجرام ونسخه الواتساب اللي انت هتبدا تطلب على الكود، وتطبيق زد ارشيفر عشان تعرف تفك الضغط على الملف بتاع الارقام. تمام. الطريقه بتاعت النهارده تقدر تفعل اي ارقام مصريه بطريقه سهله. الثغره بتاعت الارقام المصريه رجعت تشتغل تاني. تمام. هتلاقينا قلب اخوك بقى انا سايب لك لينك تحميل الملف بتاع الارقام دوت في قناه التليجرام. اللينك بتاع التحميل هيكون في الوصف، تنضم لقناه التليجرام الاول وبعد كده تدوس على لينك التحميل، هتلاقيه بيدخلك على الملف ده مباشر. تمام. هتبدا تنزله، هيكون مضغوط معاك كده بباسورد، هيكون مقفول كده قلب اخوك ولونه كده. عشان تفك الضغط هتبدأ تدوس عليه وبعد كده تدوس على الكلمة دي كده، هيطلب منك كلمة مرور. كلمة المرور ده قلب اخوك انت بتظهر لك رقمين في رقمين على الشاشة، فانت ركز معايا عشان تبدأ تعرف كلمة المرور. تمام. بعد بقى قلب اخوك ما تبدأ بقى تفك الضغط، هنحتاجه تطبيق اللي هو هتلاقيه طالع معاك بالشكل ده، هتبدأ تدوس عليه. وهيكون عندك برضو التطبيق بتاع ال MT مانجر عشان تبدأ تعرض الأرقام زي ما انت شايف كده. هتبدأ قلب اخوك هتلاقي كل الارقام طلعت معاك اللي في الملف بالشكل زي ما انت شايف كده اهوت. دي كل الارقام اللي في الملف. تمام. تمام، طلعوا معاك قلب اخوك اهوت كل الارقام اللي في الملف. وما تنساش برضو قلب اخوك تنضم للروم بتاع الواتساب بتاعي. تمام. تمام، هتلاقي تدخل بقى على التليجرام، هتلاقيني برضو سايب لك لينك البوت بتاع الاكواد اللي هو بيوصل فيه الاكواد. تمام. ده قلب اخوك لينك البوت بتاع الاكواد اهوت. وعندك برضه هتلاقيني سايب لك اللينك ده اللي هو لينك الملفات عشان تقدر توصل للملفات برضه. تمام. عندك برضه هنا ايه اكتر من دولة تانية، دول تانية كتير اهي. تمام. وبكده بقى اخوك تبدأ بقى تفعل ارقام بكل سهولة. واللينك يعني عندك برضه ده التطبيق اللي هو بيستنسخ التطبيقات. تمام. تقدر ان انت اخوك تعمل كذا نسخة واتساب عشان تبدأ تطلب على الكود. تمام. وادي عندك اخوك ديت الارقام اللي انا مفعلها اهوت سيتنج. ادي قلب اخوك ده تاني رقم افعله في ثواني حرفيا. الطريقه بتاعت النهارده يعني طريقه اخر جمدان. تمام. وهسيب لك برضه انا التطبيق اللي هو بتاع الناسخ دهوت. كل اللي عليك ان انت بتدوس على الزائد ديت. تمام. وبعد كده بتختار التطبيق اللي انت عايز تفعل منه، تنسخه وبعد كده تدوس استنساخ، تلاقيه اتنسخ معاك كده. تمام. هتبدأ برضه بقى هنا ايه تيجي كده، تبدأ برضه تيجي على الملف بتاع الارقام. تمام. وبعد كده بتبدأ تاخد رقم كوبي كده. تمام. يعني مفيش اسهل من كده يا قلب اخوك حرفيا، يعني دي اسهل طريقة تشوفها اللي انت تفعل بقى ارقام. بعد كده تدوس يس تحقق بطريقة اخرى، بعد كده تطلب رسالة نصية SMS. تمام. ادي عندك قلب اخوك ده الرقم ده اخره كام 26. تمام. ادينا احنا طلبنا الكود اهوت، الرقم اخره 26. استنى ثواني كده. الكود وصل بس مش عارف ما جاش في البوت لقلب اخوك، بس ما علينا. يعني الطريقة بتاعت النهاردة طريقة جمدان اهوت. وعندك هنا اللي انت تقدر تفعل اكتر من دولة. فانت بقى بص تشغل دماغك، انت اول حاجة بتبدأ تيجي هنا كده على البوت وتبدأ تشوف اكتر دولة بتاع بتوصل ايه. مثلا عندك هنا اكتر دولة بتوصل مثلا لا دي فنزوليا مثلا او اليمن. فانت بتبدأ تختار، يعني بتدخل على لينك قناة الملفات تاني وبتختار مثلا عندك دي دولة ايه فنزوليا مثلا اهي ديت برضو اكتر دولة بتوصل. تمام. بتبدأ برضو انت تاخد الكود كوبي كده، تاخد مثلا تدخل كده تبدأ تاخد الرقم كوبي وتخرج. تمام. وبعد كده بتيجي على تطبيق اللي هو الناسخ برضو وعلى نسخة الواتساب. تمام. وتبدأ يعني تفعل منها، يعني مش شرط مثلا لدولة معينة. هو شغال مصر شوية يبقى شغال وشوية يقف وكده.
فانت برضو تشوف اول ما تلاقي اكواد مصرية بتوصل تطلب على كود، تطلب على طول على دولة مصر. تمام. ادي دولة فنزويلا ديت، ادينا اهو يعني بيطلب كود اهوت، ما وصلش برضو محروق. ترجع برضو تدخل على الملف وتبدأ تاخد غيره وغيره وغيره وغيره. يعني الطريقة سهلة، انت كل اللي انت بتعمله ان انت بتاخد الرقم كوبي وبترجع على الواتساب وتحط لاسك وتدوس نيكست بس. يعني مفيش حرفيا اسهل من كده، ده رقم طاير. موضوع قلب اخوك مفيش اسهل منه. انت بتاخد النمبر كوبي كده ايا كان، مثلا شوف الدولة اللي انت هتختارها ايه وتبدأ تفعل منها. تلاقي الدولة اكتر دولة اكواد بتوصل في في الجروب بتاع الاكواد، تبدأ ان انت تفعل منها عشان تضمن ان انت يعني تفعل رقم في ثواني حرفيا. تمام. عندك برضو اكتر من دولة. انت قلب اخوك زي ما شفت ان انت عندك اكتر من دولة. تمام. يعني هتكون معاك الطريقة سهلة جدا جدا جدا. تمام. تمام. تعالى بقى كده قلب اخوك على التليجرام. لو انت قلب اخوك عاوز يعني مش عايز تتعب نفسك وتدفع رقم، تقدر قلب اخوك ان انت تاخد رقم مني لكن بمقابل بسيط. تمام. عندك رقم مثلا طاير انتهاك مشدد، اقدر ان انا افكهولك ولكن برضه بمقابل بسيط. تمام. تمام. تعالى كده قلب اخوك اهوت، عندك هنا اكتر دولة اهي دولة مصر. قلب اخوك اهيت انا تنيت وراها لحد ما اشتغلت تاني. ايجيبت اهو ايجي بتوصل الاكواد بتوصل بتاعت دولة مصر. تمام. هتروح تعمل ايه بقى؟ تبدأ تروح على الملف بتاع الاكواد كده. يعني هي وقفت واشتغلت تاني اهي. يعني عرفت بقى قلب اخوك ان هي مش هتفضل واقفة على طول، لا بتقف وبتشتغل، بتقف وبتشتغل. تمام. ادي اهوت نمبر طلبت عليه كود ووصل اهوت. عرفت بقى الباقول اللي هي بتقف وبتشتغل الطريقة، يعني مش واقفة على طول. ادي الرقم اهوت. خدت الكود كوبي كده وبتبدأ تخش على نسخة الواتساب اللي انت بدأت تطلب من عليها الكود. تمام. ادي اهوت زي ما انت شايف بحط الرقم الكود كوبي اهوت. جرى التحقق من الرقم، يعني بيحمل معاك تم التحقق من الرقم بنجاح وقت قلب اخوك. وادي الرقم اتفعل معانا بطريقة سهلة حرفيا. تمام. يعني مفيش اجمد من الطريقه ديت قلب اخوك واسهل منها وبدون في بي ان، ويعني حاجه كده ايه في اخر الروقان. هسيب لك قلب اخوك لينك التواصل بتاعي تحت لو انت عاوز رقم بمقابل بسيط مع موجود، ولو عاوز تفك ارقام يعني طايره افك لك بمقابل بسيط. بس كده يا اخواتي، ده بيكون شرح النهارده. اشوفكم في الفيديو الجاي على خير.